انت بتبقى معاهم بقى الكابل اللي جم لحضرتك دول من اول الشهر الاول لغايه الولاده. الراجل ده بتشوفه في الاول مره كل شهر، وبعدين مره كل اسبوعين، وبعدين مره كل اسبوع، وبتشوفه على حقيقته بقى في اوضه العمليات وهو داخل مع مراته. صح. احكي لنا بقى اللي قاعد بقى وعمال يهري ويعمل ويرغي وجوه هو بيغمى عليه عادي يعني. في ناس كتير جدا في بيغمى عليهم طبعا. وفي اللي هو يقول لي لا يمكن، ده انا اكشلي يعني حسب شغلته ايه، بس انا مثلا يا اما شغال في ايا كان بيمسك حراميه واللي مش عارف ايه، واللي شغال جزار واللي شغال في اوضه العمليات. ادم دي بقت مراته واللي هيخرج ده ابنه، في مناظر ممكن ما يستحملهاش. يعني الدوخه دي مش بتيجي من انه شاف دم بس، لا هو ممكن الموقف نفسه كله هو اللي بيأثر فيه. انا دخلت جوزي غصبا عنه. طب واغمى عليه ولا ايه؟ اول مره ما حصلوش حاجه، تاني مره كنت توينز بقى، فالدكتور قال ليديز فيرست، طلع امينه وبعدين بعدها طلع حسن وشهاب راح واقع. وانا ابتديت اقول لهم الحقوا والله. الدكتور التخدير سابق وراح لشهاب. ايوه وبيدوا له عصير وكده. وانا طب يعني هو هل لما الاب بيخش بيبقى في دكتور موجود للاب ايمرجنسي؟ انا مش بهزر، ما هو ده دكتور الاب. لا بس الحكيمات بقى واللي هم ممرضات هم يعني اللي بيلقفوه. لا هو بينزل في الارض، احنا بنسمع التك ومثلا ايوه والله مشهد عمري ما انساه، لان انا نايمه كده قدام ستاره، شهاب هنا على الارض امينه وحسن هناك كده. دكتور الاطفال، دكتور النساء، دكتور الاب.